ازيك يا غالي؟ إيه الاخبار؟ النهارده جايين بمقارنه ناريه ما بين الايفون 13 برو ماكس حبيب الجماهير وحبيبي شخصيا والايفون 15 العادي حبيبي شخصيا. المقارنه بتتمحور بالكامل حوالين الفئه السعريه، خاصه لان كل واحد فيهم ليه مميزات مغريه جدا انك تروح تشتريه، وليه بعض العيوب اللي تخليك تقول ممكن افكر في غيره. مميزات كل واحد فيهم وعيوبه، تشتري ايه فيهم وامتى تشتري ايه فيهم، كل ده هنعرفه في فيديو النهارده. وبدون كلام اكتر من كده خلينا نبدا. السلام عليكم، ازيك يا غالي؟ الاخبار معاك احمد صدومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنه وانت طيب باقتراب عيد الفطر المبارك، وما تنساش بالمناسبه دي تدعي دايما لاخواتك المستضعفين في كل مكان، ربنا ينصرهم يا رب ويفرج عنهم قريبا ويبعد عنهم ولاد الوسخه. خلينا اول حاجه نتكلم عن سنه الاصدار وسعر كل جهاز فيهم. بالنسبه للايفون 13 برو ماكس فالجهاز ده نازل سنه 2021، طبعا كان نازل معاه ال 13 برو العادي وال 13 العادي وال 13 ميني. سعره كام النهارده في مصر؟ عامل من حوالي 35,000 ل 40,000، وممكن يكسر ال 40,000 بحاجات بسيطه على حسب بقى المساحه وعدد الشرايح ونسبه البطاريه وما الى ذلك. وال 13 برو ماكس بنسبة 95% مفيش منه جديد عند التجار. أما بالنسبة للفريش جاي الآيفون 15 فطبعا نازل سنة 2023 مع الآيفون 15 بلس والبرو والماكس. سعر الجهاز ده جديد حاليا بيتراوح ما بين 38 ل 40 ألف جنيه، وممكن يزيد عن كده شوية لو شريحتين، لو مساحة فوق ال 128 وما إلى ذلك. خلينا نبدأ مقارنتنا بالكلام عن التصميم. بالنسبة لل 13 برو ماكس لو جينا نتكلم عن الفريم فهنلاقي الفريم اللي كان ما قبل سلسلة ال 15 هو فريم الفلاج شيب، فريم من الستانلس ستيل اللامع الحاد جدا، وظهر من الازاز المصنفر، وشاشة عليها طبقة حماية من السيراميك شيلد. وزن الجهاز 240 جرام، وطبعا مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68. اما بالنسبه للايفون 15 فبيجي بلغه التصميم الاحدث، التصميم اللي الفريم فيه يعني كيرفات بسيطه خالص، هكذا الظهر هكذا الشاشه. الفريم اللي بيجي من الالومنيوم المطفي، وظهر لاول مره على الاجهزه العاديه ما دون البرو والماكس من الازاز المصنفر، ولكنه ممكن يكون مصنفر اكتر شويه كمان من اجهزه البرو والماكس الاقدم، يعني الجهاز تحسه ما بيعكسش اضاءه خالص. اما بالنسبه لوزنه فهو من الاوزان المحببه لقلبي، 171 جرام، وطبعا الجهاز مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، وشاشته عليها نفس طبقه الحمايه من نوع السيراميك شيت. موضوع الشكل الخارجي ده بعيدا عن الستاندردز او المعايير بتاعه كواليتي الخامات، فهو بيرجع لذوقك بشكل كبير. كل واحد فيهم ليه شكل معين كده. في ناس ما بتحب الشكل الكاميرتين ده اصلا، ممكن يدفع زياده باش عشان يروح يشتري جهاز ب3 كاميرات، ولكن انا شخصيا ما عنديش اي مشكله سواء كان مع شكل الكاميرتين او الثلاثه او حتى الكاميرا الواحده زي اللي موجوده في الايفون اكس ار. وموضوع الشكل ده بيرجع لك. هكذا الوزن الاتقل، هكذا الحجم الاكبر لل 13 برو ماكس، او المسكه الخفيفه اللايت بقى اللي الفريم بتاعها منغبش مصنفر كده، اللي تخص الايفون 15. وانت بتتفرج كده باين عليك مستمتع، والله باين عليك مستمتع. انزل بقى بما انك مستمتع، ارزعنا لايك جميل وفعل الجرس. ارزعنا لايك جميل الاول، بعد كده اشترك في القناه وفعل الجرس، وتابعنا على حساباتي على السوشيال ميديا. اللينكات بتاعتنا مباشره هتوديك على التطبيق مباشره، مش هيفتحوا لك بقى في تاب واعمل لوجين عشان تتابع احمد صدومه مش عارف. لا يا باشا، انت هتدوس على اللينك هيوديك على التطبيق جري. اعمل فولو، اي استفسار ابعتهولي على اي حساب من حسابات السوشيال ميديا، خاصه انستجرام، بحاول ارد على كل الناس هناك. ويعني شقلب معانا كده، اهم حاجه بس السبسكرايب جميل واللايك بس يا عم. لو جينا نتكلم عن الشاشات فبرضو كل واحد فيهم يعني رايح في حته مختلفه تماما عن التاني. بالنسبه لل 13 برو ماكس فهو اللي محب الاجهزه الضخمه. جهاز شاشته 6.7 بوصه فلات تماما، بيتوسطها نوتش من بتاعه زمان. شاشه من نوع السوبر ريتنا اكس دي ار اوليد، الوانها ممتازه، مستوى سطوعها في البيك بيوصل ل 1200 نتس، تدعم البروموشن 120 هرتز، طبعا بتدعم تقنيات عرض المحتوى ال HDR10 والدولبي فيجن وما الى ذلك. لو جينا نتكلم عن شاشة الايفون 15 فهي شاشة صغنونة بالنسبة لمعايير اليوم، 6.1 بوصة
بتتوسطها الدايناميك ايلاند المحببه او اللي صارت محببه لجماهير اجهزه الايفون منذ اطلاقها في سلسله ال14 مع ال14 برو والماكس. شاشه ممتازه برضو من نوع سوبر ريتنا اكس تي ار اوليد، ولكن بمستوى سطوع بيوصل ل 2000 نتس في البيك برايتنس، وبرضه بتدعم كل تقنيات عرض المحتوى ال HDR10 والدولبي فيجن، ولكنها 60 هرتز بس يا صديقي. فتخيل جهاز بالسعر ده 60 هرتز بس. الأجهزة الكحيانة خالص بتنزل ب 90 هرتز، طبعا أبل ما عندهاش الكلام ده. ولكن بعيدا عن التردد والحجم، فكلا من الشاشتين بيقدموا تجربة استخدام ومشاهدة محتوى عبقرية. أيا كان أنت بتعمل إيه على الموبايل فهتكون مستمتع. ولكن اللي يفرق معاك هنا كمستخدم بقى، هل أنت موضوع ال 120 هرتز ده مش فارق لك وانت اصلا ما جربتش جهاز 120 هرتز قبل كده، او حتى لو جربت فما عندكش مانع مع ال 60 هرتز، على الرغم من ان في فرق كبير يا جماعه ما بين ال 120 وال 60 هرتز. الناس اللي بتقول لك لا يا عم ده مش فارقه مش عارف ايه، انا شخصيا كنت بقول كده زمان، ولكن لما تستخدم جهاز 120 هرتز خاصه لما يكون جهاز شغال عليه اي او اس، ده الانيميشنز بتبقى شغاله زي الملبن يا باشا، والجهاز تحسه طاير معاك كده. على الرغم من ان ال 60 هرتز كويس برضو والانيميشنز جميله جدا وكل حاجه تمام، بس الموضوع ده انت مش هتحسه الا لو جربت جهاز 120 هرتز بعد كده نزلت لل 60، او انت طالع من 60 ل 120 وبالك فتره شغال على 120. طبعا في الاستخدام الخارجي بقى او الدور تحت اشعه الشمس او ما الى ذلك، الايفون 15 مستوى سطوع شاشته هيبقى افضل شويه من الايفون 13 برو ماكس، اللي على الرغم من ذلك ال 13 برو ماكس مش هتعاني مع سطوع اطلاقا ايا كان انت فين بقى، في مكان استوديو اضاءته عاليه وما الى ذلك، او حتى تحت الشمس. ولو جينا نتكلم عن الاداء بقى، فطبعا الجهازين بيجوا بمعالجين مختلفين. وعلى الرغم من ان الايفون 15 جاي بعد الايفون 13 برو ماكس بجيلين مش جيل واحد، الا ان المعالج الخاص بيه بيسبق ال 13 برو ماكس بجيل واحد، نازل بال A16 بايونيك اللي كان موجود في ال 14 برو والماكس اللي بمعماريه 4 نانومتر، وجاي معاه 6 جيجا بايت رام ومساحات تخزين 128 256 وبتنتهي عند 512. اما ال 13 برو ماكس فبيجي بمعالج ال A15 بايونيك و6 جيجا بايت رام مع مساحات تخزين بتبدا ب 128 وبتنتهي ب 1 تيرا بايت. وطبعا الجهازين بيدعموا ال 5G، وكل واحد فيهم بينزل منه نسخ بشريحتين. بالنسبه لفتره الدعم، فلو مشينا على المعتاد فال 13 برو ماكس هيفضل داعم لاخر تحديث iOS هيكون سنه 2026. اما بالنسبه للايفون 15 فباذن الله اخر اصدار هينزل له من الاي او اس هيكون 2028. ولو عايز تعرف ايه اللي بيحصل بعد انتهاء دعم الاي او اس، هسيب لك فيديو هنا في الاي اللي فوق اتكلمنا فيه عن الموضوع ده بشكل تفصيلي. وبعيدا بقى عن كل الكلام ده، اداء كلا من الجهازين توب نوتش، اعلى حاجه ممكن تستخدمها في جهاز موبايل، سواء كان ال 13 برو ماكس اللي بيجي بال A15 او الايفون 15 اللي بيجي بال A16. لان لما قارنا اداء ال 14 برو ماكس قبل كده مع اداء ال 13 برو ماكس، كان الاثنين متقاربين جدا جدا، خاصه في وقتنا الحالي. انت بتتكلم الجهازين بيجوا بنفس عدد الرام، وفرق المعالج مش كبير اطلاقا، خاصة في الوقت اللي احنا فيه، لان الموضوع ده ممكن يفرق بعدين، ولكن يعني بعدين دي مش قريبة اطلاقا، بعدين دي بعد فترة طويلة. حاليا الاتنين في الاستخدام العادي هيبقوا معاك طلقة، مفيش اي تقطيع، مفيش اي مشاكل طالما السوفت وير اللي على الجهاز مستقر. وهكذا في الالعاب، الجهازين تقدر تلعب اعلى اعدادات سواء كان في لعبه زي ببجي او غيره، اعلى فريم ريت، اعلى كل حاجه، والاجهزه تبقى مستقره معاك بشكل كبير جدا. الاثنين ممكن يسخنوا بشكل لا يستهان به خاصه في الصيف مع الاداء العالي، سواء كان العاب او مونتاج او ما الى ذلك، وده بيحصل لكل اجهزه الفلاج شيب تقريبا مع تفاوت درجات الحراره. ولو جينا نتكلم عن البطاريه، فبطاريه الايفون 13 برو ماكس هي اقوى بدون اي منازع. يعني لو جبنا جهاز بطاريه 100% 13 برو ماكس وجهاز تاني ايفون 15، ال 13 برو ماكس هيقعد معاك سكرين اون تايم شويه محترمين زياده عن الايفون 15. ولكن لو انت مركز معايا بقى، انا قلت لك ان مفيش 13 برو ماكس جديد، فبالتالي اي 13 برو ماكس هتروح تجيبه مستعمل حاليا لو بقى 100% فانت هتشك فيه، لان احنا اتكلمنا عن الموضوع ده كتير قوي يا جماعه، ولو رجعت الفيديوهات القديمه هتسمع تفاصيل اكتر.
ولكن في الوقت الحالي ما تشتريش 13. يعني لو انت قفلت الفيديو ده وقررت انك تشتري 13 برو ماكس، ما تشتريش 13 برو ماكس فوق ال 92%. ممكن يبقى في اجهزه فوق ال 92% شرعي ما اتفتحتش وبطاريه مش مرفوعه ولا متغيره ولا تجميع ولا اي حاجه، ولكن النسبه الاكبر بيبقى فيها حوارات. فاحنا تجنبا للحوارات دي بنروح نشتري جهاز يكون تحت ال 92 تحت ال 90% عشان نبقى في السيف زون. ولو مستقبلا بعد فتره مش قصيره اطلاقا، خلي بالك بطاريه الجهاز باظت لما وصلت ل 70% ولا 65%، احنا نروح نغيرها في مكان امن ومكان مضمون بنفسنا، ونبقى عارفين ان البطاريه الجديده اللي اتحطت في الجهاز بتاعنا هي بطاريه اوريجينال، وهبدا اخد اداء بطاريه ال 13 برو ماكس الخارقه من اول وجديد، بدل ما اروح اشتري جهاز تكون اصلا بطاريته 85% ولكنها مرفوعه على 100%، وبعدها بشهرين 3 الاقيها بقت 85 تاني، واروح انا بقى اتخانق مع صاحب المحل واعمل حوارات كبيره. طب ليه؟ وحتى لو كان اقل من 92% فانت هتاخد منها اداء خارق. بطاريه ال 13 برو ماكس لغايه ال 80% هتكمل معاك اليوم مستريح، وابصم على ده ما عنديش اي مشكله. اما بطاريه الايفون 15 فهي تقريبا توازي الايفون 13 برو ماكس وهو بطاريته 85%. يعني لو دي هتقعد معاك مثلا 5-6 ساعات سكرين اون تايم، فتلاقي دي بتقعد معاك 5-6 ساعات سكرين اون تايم. ممكن يطولوا عن كده الاثنين، انا بديك مثل بعيدا عن الامثله بقى. بطاريه الايفون 15 اول ما تفتحه من العلبه ممكن توصل معاك ل 6 و7 ساعات 6 و7 ساعات سكرين اون تايم. ولكن ال 13 برو ماكس لو لقيت جهاز بطاريته 90% فممكن توصل معاك ل 8 ساعات سكرين اون تايم لو انت استخدامك يعني على الهادي كده في المتوسط شويه. ولو 85% فهتقعد معاك 6-7 ساعات سكرين اون تايم طالما ما بتضغطش عليها قوي. ولو 80% فهتقعد معاك 5-6 ساعات سكرين اون تايم، اللي هو رقم ممتاز جدا، اللي هو لو بطاريه ايفون 11 محترمه بتقعدهم اصلا. فالملخص المفيد في موضوع البطاريه ده ان الجهازين ممتازين جدا جدا ايا كان هتشتري ايه فيهم. ولو ال 13 برو ماكس مستعمل بطاريته مش عارف ايه اقل من ال 85 والحوارات دي، هتبقى مستقره جدا، مش هتعاني مع اي بطاريه من الاثنين. طبعا الاثنين بيدعموا شحن الماك سيف 15 واط، ولو نزلت ابديت الاي او اس فوق ال 17.2 فهيشحن معاك على اي شاحن لاسلكي 15 واط. طيب وانا بمنتج دلوقتي اكتشفت ان في حاجه مهمه جدا ما قلتهاش، ان الايفون 15 تايب سي. اي نعم هو نفس سرعه اللايتنينج اللي موجود في الايفون 13 برو ماكس، ولكن دي ميزه ولازم نقولها لصالح الايفون 15، لان التايب سي دلوقتي هو الاكثر انتشارا، واجهزه الايفون اللي جايه بعد كده كلها بلا استثناء هتبقى تايب سي. فقلت اقول لك يعني. ندخل بقى في النقطه اللي بعد كده، بقى بالنسبه لي نقطه مهمه جدا جدا، لان في ناس كتير ممكن تحتار بسبب موضوع الكاميرات. الاختلاف بيبدا من شكل الكاميرات وبيكمل معانا في العدسات الاساسيه. اساسيه ايه في العدسات كلها؟ الكاميرا الاساسيه الخاصه بالايفون 13 برو ماكس هي كاميرا 12 ميجا بكسل، فتحة عدسه ممتازه f1.5 بتدعم تقنيه السنسور شيفت للتثبيت البصري. والكاميرا الثانيه 12 ميجا بكسل فتحة عدسه f2.8، دي الكاميرا التليفوتو اللي بتوصل معاك لغايه تقريبا 77 مللي عشان تصور البورتريه تبقى احلى وما الى ذلك، اللي هو 3x اوبتيكال زوم. الكاميرا الثالثه هي كاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل فتحة عدسه كويسه جدا f1.8، ومش هنشوف فتحة العدسه دي بعد كده خلي بالك، ودي تدعم الاوتو فوكس لتصوير الماكرو. وبالنسبه لتصوير الفيديو فال 13 برو ماكس بيدعم تصوير فيديو 4K لغايه 60 فريم في الثانيه، بيدعم تصوير الفيديو بتقنيه ال 10 بت HDR، بيدعم تصوير الفيديو بتقنيه البروريس، وبيدعم تصوير الفيديو بوضع السينماتيك مود 1080 فول اتش دي لغايه 30 فريم في الثانيه. اما بالنسبه للايفون 15 فبيجي بكاميرا اساسيه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.6، وبتدعم برضو السنسور شيفت للتثبيت البصري. وكاميرا تانية الترا وايد 12 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.2 ما فيهاش اوتو فوكس، وبيدعم تصوير الفيديو 4K 60 فريم في الثانيه، وبيدعم تصوير الفيديو HDR Dolby Vision، ولكنه لا يدعم تصوير ال 10 بت ولا يدعم تصوير البروريس. ولكن وضع السينماتيك مود في الايفون 15 عادي بيقدر يوصل ل 4K 30 فريم في الثانيه. قبل ما نكمل انا حابك تعذرني، الجهازين ما صادفش ان انا يبقى معايا الاثنين في نفس الوقت عشان اخد لك عينات صور متماثله وتبدا تقارن انت ما بينهم على الشاشه زي ما بعمل معاك دايما.
ولكن المرة دي يعني هنعرض كل صور جهاز على حدة. يعني أنا عارف إن ده مش أكتر شيء محبذ في المقارنات، ولكن اعذرني. هنتكلم عن نتائج تصوير ال 13 برو ماكس وهعرض لك نتائج ليه، وبعد كده هنعرض نتائج للايفون 15 العادي. بالنسبة لنتائج تصوير ال 13 برو ماكس، فلو جينا نتكلم عن الكاميرا الأساسية فأنت بتاخد نتائج مبهرة، نتائج عظيمة، نتائج فيها كل حاجة حلوة انت ممكن تحتاجها في صورة. تاخد اسلوب معالجة ابل المعتدل اللي لا باهت ولا مشبع زيادة، يعني صورة شبه متكاملة. الحاجة الوحيدة اللي ممكن يعني الايفون 13 برو ماكس او الايفونات عموما تأثر فيها شوية وموضوع الدايناميك رينج، مش بيبقى أقوى حاجة. يعني الآيفون في الدايناميك رينج مش أقوى من سامسونج مثلا، سامسونج بتعالج الدايناميك رينج بشكل مرعب، ولكن ستيل هتاخد نتائج صور كويسة جدا 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 من العدسة الأساسية، سواء كان الصبح في الإضاءات الكويسة أو في إضاءات استوديو أو ما إلى ذلك، أو حتى بالليل في الإضاءة الضعيفة أو تصوير النايت مود، بتاخد نتائج مبهرة لأبعد الحدود. ولو جينا نتكلم عن كاميرا التليفوتو فهي بتطلع نتائج بروفيشنال. طول ما العزل ظابط، طول ما هتاخد صور ممتازة يا صديقي. طول ما انت في إضاءة كويسة هتاخد صور مفيش أحلى من كده، صور قمة في البروفيشنال بالبعد البؤري الممتاز ال 77 مللي اللي بيطحن الخلفية وبيخلي شكل الوش رايق كده وعلى طبيعته بنسبة كبيرة جدا جدا. يعني كاميرا ممتازة، ولكن عيبها الوحيد ان هي فتحة عدستها ضيقة شوية، ولكن ده طبعا بيبقى يعني إجبار عشان الفوكال لينث البعيد. ففتحة العدسة عشان توسع العدسة بتبقى مكلفة أكتر، بتبقى حوارات كتير كده، ولكن المهم إن العدسة دي يعني حاول تستخدمها في إضاءة تكون كويسة، أو شغل بقى وضع النايت مود. وبالنسبة للعدسة الثالثة اللي نزلت في ال 13 برو والماكس وما شفناهاش بعد كده، اللي هي الالترا وايد الاف 1.8 اللي كانت نازله لتصوير بقى الاشياء القريبه وتطلع صور بقى ماكرو مش عارف ايه وبتاع، فبتطلع نتائج كويسه جدا جدا. وانا عموما ما بحبش كاميرات الالترا وايد، ودي الكاميرا الوحيده اللي حبيتها عشان فيها موضوع الماكرو ده. بتكلم عن اجهزه الايفون طبعا. والفيديو حدث ولا حرج، انت موضوع فيديو الايفون ده مش محتاجين نتكلم فيه اطلاقا يعني، خاصه كمان مع اجهزه البرو والماكس، لانها بيبقى فيها مميزات عن يعني بعيدا عن الاجهزه العاديه زي البرو ريس ده للمحترفين. ده المحترفين يقدروا يطلعوا نتائج خزعبليه من اجهزه البرو والماكس اللي بيبقى فيها الكودكس الممتازه دي. الموضوع ده مش مهم لكل الناس عشان اكون صريح معاك، ولكنه للمحترفين لا يهم، ويعرفوا يعملوا فلوس كويسه جدا من موبايلاتهم بتواجد كودكس زي دي. وزي ما قلت لك بيصور سينماتيك مود 1080 بي 30 فريم في الثانيه. اما بالنسبه للايفون 15 والعدسه ال 48 ميجا بكسل الممتازه اللي خلت الاجهزه العاديه عباره عن اجهزه بثلاث كاميرات مستخبيه، الكاميرا الثالثه مستخبيه، لان العدسه دي ابل عملت ميزه فيها وخلت السوفت وير يشتغل بطريقه ان كأن معاك عدسه تليفوتو اللي كانت موجوده في سلسله ال11. لان العدسه التليفوتو اللي كانت في ال11 برو والماكس كانت عدسه 2 اكس، لان احنا بدانا نشوف فوق ال 2 اكس مع ال 12 برو ماكس. فال 2 اكس دي هي شيء كويس جدا. احنا دايما ملاك الاجهزه العاديه بيفتقروا للصور البورتريه اللي ببعد بؤري كويس، البعد بؤري تبين الوش حلو زي ما اتكلمنا قبل كده. ولكن في ال 15 هنا بقى عشان السنسور كبير، فابل فتحت لك يا باشا انك تقدر تصور صور بورتريه ممتازه جدا ببعد بؤري مختلف بيوازي ال 47 مللي، في حين ان البعد البؤري بتاع العدسه دي نفسها 26 مللي. غير كده السنسور ده بيقدر يصور ديفولت وضع طبيعي 24 ميجا بكسل عشان تاخد صوره فيها تفاصيل اكتر من غير ما تشغل وضع الرو، من غير ما تاخد بقى صور بشتر لاج عالي او الجهاز يقعد يحمل على ما يصورها ومش عارف ايه. لا، بالنسبه للكاميرا الالترا وايد هي كاميرا عاديه خالص 12 ميجا بكسل اف 2.4 تقريبا زي اللي موجود في الايفون 13، فمش فارقه معايا قوي. والجهاز ده في تصوير الفيديو بيفتقر بقى للبرو ريس والتمبت وما الى ذلك، تصور فيديو 4K ممتاز جدا جدا ما فيهوش اي مشكله. ولكن انا بقول لك لو انت من الاشخاص الاحترافيين في موضوع الفيديو ده بالذات يعني، فما اعتقدش ان ال 15 العادي هيخدمك قوي زي ما ال 13 برو ماكس بيخدمك قوي قوي قوي. يعني ال 15 العادي هيخدمك، هيشغلك زي ما انا شخصيا شغال بايفون 11 وبيطلع لي نتائج مرضيه جدا. ولكن في ناس بيبقى الموضوع ده عندها مهم بقى،
ولو مهم اكتر واكتر هيهمه ان هو يبقى فيه بروجريس لوج زي ما موجود في ال 15 برو ماكس واللي اتكلمنا عنه بالتفصيل في الجرس بيرن في الفيديو الخاص بالمراجعه بتاعته. افتح الباب واجيلك. فموضوع الكاميرات ده لو عايز له فيديو بقى بالتفصيل واحاول اتحصل على الجهازين في نفس الوقت ونعمل بقى مقارنه تفصيليه وننزل يا باشا الشارع ونصور فيه وبتاع، انزل اكتب لي تحت في الكومنتس ومش هقدر ازعلك يعني. ولو جينا نتكلم عن الكاميرات الاماميه في ال 13 برو ماكس بيجي في كاميرا 12 ميجا بكسل فتحة عدسه اف 2.2، اما بالايفون 15 فبيجي بكاميرا 12 ميجا بكسل برضه ولكن فتحة عدسه اوسع اف 1.9 وبتدعم الاوتو فوكس، والاثنين طبعا بيصوروا فيديو 4K 60 فريم، ولكن الايفون 15 السينماتيك مود بينطبق عليه نفس اللي بينطبق على الكاميرا الاساسيه. طيب في الاخر كده خلينا نفصص كل واحد فيهم بيتمتع بايه وبيفتقر لايه عشان تعرف تاخد قرار، لان لو سالتني انا شخصيا هقول لك مش عارف. انا الاثنين ممتازين جدا بالنسبه لي. الحاجه الوحيده اللي ممكن تضايقني في الايفون 15 هو ان شاشته 60 هرتز، ما دون ذلك انا ما عنديش مانع اطلاقا ان انا اروح اشتري الجهاز ده جديد دلوقتي. طب ال 13 برو ماكس ما عنديش مانع برضه ان انا اروح اشتريه، ولكني من محبي الاجهزه الصغيره شويه، فممكن الايفون 15 ده لو كان 120 هرتز، لو كان 90 كان مستحيل افكر في اي حاجه غيره. ولكن خلينا نتكلم بقى بعيدا عن تفضيلاتي الشخصيه. بالنسبه للايفون 15 في موضوع التصميم والشكل ده بيرجع لذوقك انت، انا ماليش دخل فيه اطلاقا. انا قلت لك خامات الجهاز ده ايه وخامات الجهاز ده ايه وانت حر بقى في الاخر. ميزه عند الايفون 15 مش موجوده عند الايفون 13 برو ماكس، ودي من اكبر العيوب اللي موجوده في الاجهزه الاقدم، ان الجهاز ده بينزل منه جديد وهيفضل ينزل منه جديد ان شاء الله لغايه سنتين ثلاثه ولا حاجه، لان الايفون 13 نازل 21 واحنا في 2024 ولسه بينزل منه جديد. ده الايفون 11 اللي نازل سنه 2019 عشان كانت مبيعاته خرافيه، فلغايه السنه اللي فاتت تقريبا كان بينزل منه جديد. فدي ميزه قويه جدا عند الايفون 15 للناس اللي ما بتحبش تشتري مستعمل اصلا. في ناس اعرفهم ما عندهمش حاجه اسمها يشتروا موبايل مستعمل دي اطلاقا، فالناس اللي عندها العقيده دي الايفون 15 هيبقى شيء مميز جدا بالنسبه لهم، خاصه لو حب يعين له فلوس ويشتريه السنه الجايه ولا اللي بعدها حتى هيلاقي لسه موجود منه جديد. شاشه الايفون 15 بعيدا عن تفضيل الحجم الا انها بتيجي بالدايناميك ايلاند بالشكل الجديد، بعيدا عن تفضيلات برضو لان انا واحد ما بيفرقش معايا موضوع الدايناميك ايلاند ده قوي، الا انها بتيجي بالدايناميك ايلاند، ودي ميزه تجاريه مهمه جدا عند ناس كتير، ميزه تسويقيه عند ابل. في ناس كتير جدا جدا ممكن تروح تشتري الجهاز ده عشان الدايناميك ايلاند فقط. وطبعا شاشه الايفون 15 مستوى سطوعها في البيك اعلى من ال 13 برو ماكس، ولكن الاثنين في الوضع الطبيعي الاستخدام الطبيعي بعيدا عن السطوع الاقصى الاثنين تقريبا نفس مستوى السطوع اللي هو 1000 نتس. وعلى الرغم من ان المعالج اللي في الايفون 15 ليس هو الاحدث عند ابل الا انه احدث من الايفون 13 برو ماكس بمعماريه تصنيع احدث. الاي 16 بايونيك اللي موجود في ال 14 برو والماكس ستيل محدش يقدر ينكر ان هو احدث وهياخد فتره دعم اطول، والايفون 15 بالذات هياخد فتره دعم اطول من ال 13 برو ماكس بسنتين كاملين. انا قلت لك الايفون 15 بالذات لان لو اتكلمنا عن الاي 16 ده معناه ان ال 14 برو ماكس وال 15 هياخدوا نفس فتره الدعم. لا انا شخصيا ما اعتقدش ده اطلاقا. يعني ابل هتبقى كده بتدمر نفسها بنفسها ان هي بتخلي فتره دعم الاجهزه العاديه بناء على المعالج مش على سنه الاصدار. ده هيبقى شيء مكلكع قوي ومعقد قوي. فانا ما اعتقدش ان ابل ممكن تحط نفسها في الخانه دي وهتدعم الايفون 15 زيه زي الماكس اللي نازل معاه في نفس السنه، لا اكتر ولا اقل، ايا كان المعالج بتاع ده ايه او ده ايه. وطبعا سنسور ال 48 ميجا بكسل اللي على الرغم من ان ال 13 برو ماكس بيطلع صور ممتازه بسنسور ال 12 ميجا بكسل، الا انك بمزاجي او غصب عني وبمزاجك او غصب عنك سنسور ال 48 ميجا بكسل هيطلع صور فيها تفاصيل اكتر، خاصه لما تحطه على وضع الديفولت 24 ميجا بكسل مش 12 ميجا بكسل، من غير ما الموبايل يقعد يحمل معاك ويبروسس الصوره، ومن غير ما حجم الصوره يبقى اكبر كمان. فدي ميزه مهمه جدا. وسنسور ال 48 ميجا بكسل ده بيحول الايفون 15 العادي لجهاز بثلاث كاميرات مش زي الاجهزه العاديه كاميرتين بس. واخر ميزه واللي هي مبنيه على ان الجهاز ده لسه فريش وجديد، انك هتشتري بطاريته 100%. حتى لو جبته مستعمل فاللي استعمله لسه ما هلكهوش فهتجيبه 98 99%، غير طبعا ال 13 برو ماكس اللي قلنا
انك تتفادى اصلا انك تشتري جهاز بنسب البطاريه دي. طيب لو جينا بقى نتكلم عن ال 13 برو ماكس، فهو جهاز برو وماكس كمان، يعني شبشب كبير. ناس كتير جدا بتحب الاجهزه الكبيره، وطبعا بيجي بالفريم الستينلس اللامع الخاص باجهزه البرو ما قبل ال 15. بيجي بالثلاث كاميرات اللي بتعرف الناس كلها انك معاك جهاز غالي. يعني الشكل بتحسه بريميوم اكتر كده، برضو راجع لذوقك، ولكن انا بقول لك اللي الناس بتفكر فيه والحاجات اللي انا بسمعها. ال 13 برو ماكس بيجي بشاشه اكبر بشويه حلوين، مش بشويه صغيرين، 6.7 بوصه و120 هرتز. معالج ال 13 برو ماكس على الرغم من انه اقدم سنه الا انه لسه بيديك اداء جبار، ولكن طبعا على الرغم من اداء العالي وبلا بلا 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 الا انه هيبقى فتره دعمه اقل من الايفون 15، وعشان في ناس ما بتغيرش غير كل 5-6 سنين ولا حاجه، فدي نقطة لازم نذكرها. أنا شخصيا ما بيفرقش معايا، وفي ناس زي كتير ممكن ما يفرقش معاها، لأنها ممكن تبقى بتغير موبايل كل سنة 2-3 بالكتير، فمش هيفرق معاه قوي. الكاميرا التليفوتو اللي بتديك بعد بؤري أبعد، اللي بتديك 3x اوبتيكال زوم بدل الكروب ال 2x اللي بتاخده من الايفون 15 العادي. وطبعا مميزات الفيديو الاحترافيه اللي اتكلمنا فيها من شويه، لو يفرق معاك الموضوع ده جدا طبعا ال 13 برو ماكس ممكن يبقى اختيار افضل. البطاريه الغشيمه الخاصه بال 13 برو ماكس، ولكن هرجع واقول لك للمره الالف، على الرغم من انها بطاريه عظيمه و الا انك حاول تبقى في السيف زون يا عم. لو ال 13 برو ماكس المعروض قدامك بطاريه 100%، ده مزغلل في عينك قوي، هتلاقيه لا يقل عن 40 41 42 كمان الف جنيه، لان المحلات اللي بيغيروا بطاريات او بيرفعوا نسب بيبيعوا الاجهزه اغلى. مش يقول لك يا باشا ده مغير بطاريه فهنبيعه لك اقل شويه، لا، ده بيبيعوه اغلى من الاجهزه المقفوله الشرعيه اصلا. فانت يا عم روح اشتري جهاز بطاريه 85% امن ووتر بروف، هتلاقيه ب 37,000 جنيه ولا حاجه. فانت اوريدي وفرت بتاع من 3 ل 5000 جنيه. المبلغ ده هتيجي تغير بيه بطاريه، بعد كده هتاخد بقى جهاز انت عارف ان البطاريه بتاعته اوريجينال، انت عارف ان هو متغير في مكان رسمي، انت عارف غير انك تشتري بطاريه 100% وانت ما تعرفش هي متغيره فين ولا نسبتها اصلا مرفوعه ولا لا، وحوارات كتير. انا راجل بيحب يبعد عن الحوارات، فعايزك تبعد عن الحوارات انت كمان وتخليك في السيف زون. انا قلت الكلمه دي 100 مره النهارده وبس كده. عارف ان احنا رغينا كتير، الناس تقعد تقول لي انت رغاي وانجز، وعارف الناس دي بعمل لها هايد يوزر فروم تشانل، مش عايزهم اصلا على القناه بتاعتي. ده اكل عيشي اطول فيه زي ما انا عايز، اعمل فيه اللي انا عاوزه. المهم ان انت تتفرج على اللي يفيدك. انت لو انا بعمل فيديو نص ساعه انت شايف ان هو رغي وبتاع، اتفرج عليه، اتفرج على ربع ساعه منه، اتنقل ما بين اللي انت عاوزه لغايه اما تاخد اللي انت عاوزه وسيبني واجري يا عم. لكن حبايبي الحلوين اللي بيحبوا ان احنا نطلع ونرغي ونتكلم وندي تفاصيل في الصميم وما الى ذلك، دول بقى يعملوا لنا لايك جميل وسبسكرايب اجمل، ويفعل الجرس، وتابعنا على الحسابات على السوشيال ميديا اللي اللينكات بتاعته مباشره هتوديك على التطبيق مباشره، هتلاقيها موجوده في الديسكريبشن. ولا عزاء لاي حد تاني بقى، مش عاوزين الناس دي. فانا ممكن اقلب لك الفيديو ده في ربع ساعه، بس نص التفاصيل دي بلا مبالغه مش هذكرها لك. وروح البس بقى، اعمل اللي انت عاوزه يا باشا. وبس كده يا عم، كان معاك احمد صدومه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله.